تعالى اقولك كده في 3 دقايق ازاي نعمل قرص طرية وهشة وريحتها حلوة جدا. معايا كيلو من الدقيق، نص كوباية من السمسم المحمص، ومعايا طبعا كوباية ونص من السمنة البلدي. ونبتدي نبث كل الكلام الحلو ده مع بعضه علشان خاطر كل الدقيق يمتزج بالسمنة اللي معانا، وكل ذرات الدقيق تبقى طعمها وريحتها سمنة بلدي. بعد كده معايا حليب حسب الحاجة بركنه على جنب، هو بيكون دافي. ومعايا كيس خميرة اللي هو 10 أو 11 جرام ده تقريبا، وكمان معلقة كبيرة من البيكنج باودر، ومعايا نص كوباية من السكر، ونص معلقة صغيرة من الملح. ونبتدي نقلب كل ده مع بعضه، ونضيف الحليب على حسب الحاجة ونعجن فيها، ونوصل لحد القوام اللي احنا شايفينه ده. ما بتلزقش في ايدينا، لكن طرية وناعمة كده وفيها مطة خفيفة وما بتقطعش يعني. بعد كده نسيبها تخمر، تاخد وقتها في التخمير لحد ما تنتفخ معانا وتعلى كده. وبعد كده نبتدي التشكيل فيها، شكليها بقى زي ما انت عايزة. اعمليها بقى قرص بالجبنة، قرص بالعجوة، زي ما تحبي. تسيبيها سادة، انا عملتها قرص بالجبن، قرص سادة وبالعجوة. انا كان عندي تمر، التمر اللي هو القصيم اللي هو الطري ده. طبعا شلت منه النوى وعجنته بقى بمعلقة من الزبدة الطرية، وكمان شوية من السمسم، وعملته كده بططته راق صغير كده، بحيث ان هو يملى قلب القرصاية، ما يبقاش ناحية فيها وناحية ما فيهاش. تمام. بنقطع بقى العجينة زي ما انتوا شايفين، ونبتدي بقى نقسمها لكور صغيرة على حسب ما انت عايزة. بس الكورة يعني من 30 ل 40 تبقى حلوة قوي، يعني وزنها مش ما تبقاش كبيرة قوي ولا تبقى صغيرة، او بالنظر كده تكون في حجم البيضة. بعد كده بنبتدي نفرد بقى كل كورة ونحشيها بالعجوة. هعمل الاول اللي بالعجوة، وابتدي بقى اديها علامة كده علشان تبقى مميزة انها دي اللي بالعجوة. هي عموما بتبقى تقيلة شوية عن اللي هي اللي ما فيهاش، فبعمل لها العلامات دي. تمام. وبعد كده هنبتدي نعمل بقى اللي هي السادة، سهلة جدا، بنحطها في قلب الصاج وبنفرد عادي خالص زي ما انتوا شايفين. وطبعا في المرحلة دي بكون مسخنة بقى الفرن على درجة حرارة 200 ل 220، وبسيب القرص تخمر لحد ما تنتفخ معايا كده شوية، وبعدين نحطها في الرف اللي في النص في الفرن. ما اخدتش لون معاكي من فوق، بتولعي لها الشواية حاجات بسيطة، مجرد ان تلاقيها بس اخدت لون من تحت بقى لونها حلو كده زي ما انتم شايفين. تبتدي بقى تديها لون من الشواية من فوق لو هي ما احمرتش معاكي. بس كده هي مستوية معايا واحمرت واخدت اللون ده من الفرن من تحت، بس انا ما شغلتش الشواية خالص. المهم ما تدخليهاش فرن هادي علشان تحافظي عليها تفضل طرية معاكي اطول وقت وما تنشفش منك في الفرن. بتحفظيها في علبة محكمة الغلق أو كيس على الرخامة. لو عاملة كتير هتشيلي منها شوية في الفريزر وهتطلعيها على قد التسخين، بتبقى معاكي حلوة جدا. فضلا ما تنسوش اللايك، وشكرا على حسن المتابعة لو لسه معايا لحد هنا، والسلام عليكم.